تدري منو النادي اللي أتوقع فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا هذه السنة؟ هذه هي قرعة دوري الأبطال، نابولي ضد ميلان، وإنتر ضد بنفيكا، ومدريد ضد تشيلسي، والسيتي ضد ميونخ. مباراة نابولي ضد ميلان بتكون صعبة بسبب خبرة الميلان بالبطولة، لكن نابولي راح يتأهل. مباراة انتر وبنفيكا، انتر راح يعاني ولكن اتوقع راح يتأهل بصعوبة كبيرة. مباراة السيتي وميونخ صعبة جدا وصعب التوقع فيها، ولكن اتوقع ان السيتي راح يفوز ويتأهل. مباراة مدريد وتشيلسي اتوقع مدريد يتأهل بالخبرة. دور نص النهائي انتر ضد نابولي، ورغم ان نابولي ما يملك تاريخ بالبطولة الا اني اتوقع فوز نابولي وتأهله للنهائي. مدريد ضد السيتي مباراة جدا صعبة، ولكن اتوقع جوارديولا يتأهل للنهائي. النهائي بيكون بين نابولي والسيتي. المباراة بين فريقين ولا فريق منهم حقق البطولة، وبتكون مباراة تاريخية صعبة، لكن جوارديولا أول مرة يملك فريق متكامل مع السيتي، ومع وجود هالاند أتوقع فوز السيتي في البطولة. هذه كلها مجرد توقعات والله أعلم. والسؤال، من تتوقع يكون بطل دوري الأبطال هذه السنة؟